السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. كلنا امبارح شفنا مباراة منتخب مصر مع اثيوبيا واللي انتهت بتقدم منتخب مصر بهدف واحد مقابل لا شيء عشان ينهي منتخب مصر مشواره في تصفيات أفريقيا في المركز الأول ب 15 نقطة. عشان يبقى روي فيتوريا من اول ما جه المنتخب لعب 8 ماتشات وفاز بيهم كلهم. في ال8 ماتشات دول قدر يسجل منتخب مصر 20 هدف وما يستقبلش غير هدفين، منهم هدف من بلجيكا، محققا بذلك افضل بدايه لمدرب في تاريخ منتخب مصر في الالفيه الجديده. المباراه امبارح كانت اشبه بالمباراه الوديه، وده طبعا لضمان منتخب مصر الصعود لنهائيات كاس الامم الافريقيه. مباراه برضو اتسمت بالهدوء وعدم وجود فرص كبيره وكتيره للفرقتين، ولكن كلنا شفنا تفوق محمد عبد المنعم اللافت للنظر في الكرات الثابته لمنتخبنا. الراجل كان هيجيب منها جونين، لكن واحده عدت بجوار القايم والثانيه الجون قدر يشيلها. نيجي بقى للهدف اللي جابه منتخب مصر. الكوره بتبدا عند محمود حماده في نص الملعب اللي بيعمل باص لعمر مرموش ناحيه الشمال. عمر مرموش بيمشي بالكوره، ولو وقفنا هنا هنلاقي ان عمر مرموش واخد الوينج الشمال ومصطفى محمد فرود في النص، وناحيه اليمين موجود مصطفى فتحي. في لحظه معينه هيبدا مصطفى محمد يبص لمصطفى فتحي عشان يعملوا حاجه اسمها الكروس او التحرك عشان نعمل خلخله في دفاع اثيوبيا. مصطفى فتحي بيبدا يقطع في العمق ويعمل كروس مع مصطفى محمد عشان يفضي مساحه لمصطفى محمد، وهنا يكون عند عمر مرموش حلين. الحل الاول هو يلعب الكره لمصطفى محمد الفاضي او لمحمد حمدي اللي فاتح عنده ناحيه الشمال، ولكن بيختار عمر مرموش الحل الاصعب وهو التسديد المباشر على المرمى. بيسدد عمر مرموش فعلا والكوره بتقع من ايد الحارس وبتروح لمصطفى فتحي اللي كان بيتحرك وقاطع في العمق، ولو ما كانش اتحرك ولا قطع الكره عمرها ما كانت هتوصل له، عشان يفنشها في الجول وينتهي اللقاء بهدف مقابل لا شيء لمنتخب مصر. حبينا بس نحلل الهدف ونوريكم التحرك بتاع ثلاثي منتخب مصر الهجوم. طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مبارياته القادمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.